كسر صوتك. ما نجموش اليوم ما نحكيوش على الاخبار اللي صدم الناس الكل، معناتها طفل 16 سنه يقطع راسه في تونس، معناتها بشكل كبير. معناتها تونس الكل اليوم تحكي على الخبر هذا سيدي بوزيد، اللي تهزت بعد الواقعة الإجرامية الكبيرة برشا. معناتها ولد صغير معناتها يقطع رأسه ويرسل إلى أهله في عملية تشفي كبيرة برشا ناس حكيت. يمكن من أحلى ما كتب جاء على لسان شاعرنا الأزهر الضاوي، شاعر قفصة وشاعر تونس. مرحبا سي الأزهر. أهلا وسهلا، مرحبا بك مستمعي إذاعة موزايك FM. قبل كل شيء معناتها كمواطن تصدمت أكيد كما الناس الكل، لكن كشاعر ستيلوك والإلهام معناتها كان أكثر من رائع، وانت تكتب في قصيدة تحكي عليها برشا على الإنترنت. طبعا يا أخي أنا ما نتصورش أنه ثم تونسي بالحق عنده إحساس أنه البارح يجيه النوم متهني كما العادة. أنا هذه البارح ما حبيت المرة الأولى، يعني حاولت أني باش نرقد ما نجمتش. يعني عند الفجر حتى في تاريخ القصيدة هذه أنا عند الفجر ما نمت ساعة، يمكن ساعة ونص. عنوان القصيدة كلام الراعي. خلينا نسمعوها القصيدة كاملة، نحب نسمعها من عندك اليوم، ونخلي على الأقل نقتسموا اللي حسيته أنت واللي كتبته أنت مع التوانسة الكل يسمعوا فينا في الداخل وفي الخارج على موزايك FM.net. هذا الشاعر الأزهر الضاوي كتب لكم قصيدة الراعي. متأكد التوانسة كلها حسوا وإحساسي حسيته أنا إن شاء الله. نسمع فيه كلام الراعي. يقول يما وعلاش حياتي وفت يما الليلة، وعلاش حكم الله في تنزيله، يحكم علي نبات وانا وليدك، راسي في جلمة وجثتي في مغيلة، وعلاش حكم الله هكا قاسي، وباسمك يا ربي جزروني الليلة، وانا صغير وبابا ما هو عاصي، ودافعت على المعزات قسم العيلة، وعلاش حكم الفقر ديما مباطي، وللفقر ما لقيناش حتى حيلة، وظنيت عمري طول مش قلت لي عمر الشقاء ايام راهي طويله، مع المعزات هكا سارح جوني الذيوبه باللحيه طويله، وبسيف قطبه قزموا لي راسي يجيك في ساشي ما تشوفي له، وقلبي في جسمي قعد فيه احساسي، عند الزروق يا ميمتي بريله، وضميني عند الصبح تجيك انفاسي، وليدك في حضنك يا ما غنيتي له، ونعرف غزير الدمع مش تيواسي، لكن بدمعك طالب التغسيلة، يما وعلاش حياتي وفت يما الليلة، وعلاش حكم الله في تنزيله. هذا كلام الراعي. شكرا لك الشاعر الأزهر الضاوي. معناتها بعد الكلام هذا ما نجم نقول حتى كلام آخر. شكرا، ونحيي الإحساس العالي اللي فيك، وكلامك كلماتك كانت صادقة برشا، هبطوا دموعهم وهم يسمعوا فيك. ان شاء الله يا ربي الغمه هذه تتنحى من تونس، تتنحى من العالم مجمع. الله يتم اجتثاث هذا السرطان من بلادنا ان شاء الله. هذه امنيه كل التوانسه في الواقع. هذا ما نتمناه ان شاء الله. ماهوش يعني غريب علينا الشيء هذا، غريب علينا. صدق الكلام نتاعك. ان الكل نتكتلوا ان باش نكونوا كتله واحده ونجتثوا هذا يعني لا أستطيع أن أكمل شيئا ولا أستطيع أن أضيف شيئا. شكرا. وعلى ما قلت ما نجمش نزيد. شكرا للشاعر القدير الأزهر الضاوي.